وازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا موقع بيلي بيلي، هنعرف ازاي نخش ونسجل فيه، وهو بديل اليوتيوب وحاجة خطيرة جدا جدا فوق ما تتوقعوا. هنشوف هل يستحق ان احنا نحول من اليوتيوب لبيلي بيلي ولا هنفضل قاعدين في اليوتيوب. يلا نشوف ده بسرعة ونتعرف على الابليكيشن. زي ما انتم شايفين كده بداية يا شباب، هتخشوا، انا جايبها لكم من البدايه خالص. هنخش نجيب جوجل وبعد كده هنكتب بيلي بيلي هيفتح لنا الموقع. زي ما انتم شايفين هو عامل زي اليوتيوب، بس كل ده مش انمي بس او صيني بس، لان هو في الاول كان معروف عنه ان هو ابلكيشن صيني، فكانت كل حاجه عليه اللي هي بقى اسيويه وكده وانمي والكلام ده. لكن بقى بينزل له مسلسلات زي ما انتم شايفين، وفي هنا افلام زي مثلا سبايدر مان وفي ايه تاني انا مثلا او جامانجي، وفي افلام كتير انجلش نزلت، وناس بقى خلاص ابتدت تحول. طيب سريعا كده هنعمل سايج ان، خش مثلا بالفيسبوك بتاعنا بأي حاجة. اوكي طب جوجل. انا اسف مش شايف عشان الاضاءات بس عكس الازاز بتاع اللابتوب. تمام، فاحنا كده سجلنا عادي جدا. بص فتح اهو معانا يا باشا. وايه لو عايز ترفع فيديو بقى تدوس هنا والكلام دوت. طب احنا عايزين ايه؟ نشوف. انا لما دخلت بصراحة على فيديوز من الفيديوهات دي كفيلم، كنت بتفرج على موفي وكده، فلقيت ان مفيش اعلانات، مفيش اي حاجة خالص. فالموضوع مش محتاج اصلا بريميوم. يعني البريميوم هيفيدك في ايه؟ فانت هنا بص اهو، ولا فولوينج ولا ايه، ولا فولورز ولا في فيديوز ولا اي حاجة. هنا الهوم اللي هو العادي، يعني زي كأنك على الصفحة بتاعت اليوتيوب من بره. هو شبيه ليه بالظبط. لو انت بقى عايز تفلتر، عايز تجيب مثلا اي حاجة تفلتر، تكتب بقى هنا. تقريبا الكلام ده معظمه مش في اليوتيوب. يعني هنا تفلتر وتكتب انا عايز حاجة 26، عايز حاجة 25، عايز حاجة مش عارف ايه. ليه كيو ار كود. ممكن نقلب مثلا من الانجليش دي لعربي. فري داونلود ذا ابلكيشن، يعني هننزل الابلكيشن. هو تقريبا بيظهر على الابلكيشنز بتاع موبايل. يعني حضرتك لو نزلته على الموبايل هتلاقي الكلام ده كله طبعا. هنا بقى الانيميز والكلام ده، لان هو اصلا اصله صيني. يعني هو هتلاقي في كتير من الكلام ده، بس اي فيلم بحثت عنه هنا انجلش. وفي افلام عربي نزلت، يعني الناس حولت بطريقة فظيعة، ولقيت ناس بلوجرز عندنا في مصر بقوا هنا. فنخش. تمام، انا كنت عايز اشوف حاجة قبل ما نبدأ. نشوف ايه مثلا الموقع بتاعنا الجميل، هل بيدعم بيلي بيلي ولا لسه ما نزلوش؟ لو بيدعم دي تبقى حاجة جميلة. استنى بس ثواني كده نفعل على طول. انا معرفش العلامة بتاعته عاملة ازاي، بس ممكن نشوف هل هو ده مثلا. ده انستجرام. ده ازاي؟ تقريبا لسه منزلش بيلي بيلي يعني. آه كيك نزل عشان اتفتح، لكن بيلي بيلي لا. هو انت المفروض بتحقق شروط الربح من الفيديوهات، وبتقبض اللي انا اعرفه عنه لما دخلت من الابليكيشنز بتاع موبايل. يعني حضرتك لازم تحمل الابليكيشن بتاع بيلي بيلي على الموبايل، وبتقبض على ال الادسنس عادي جدا. كل حاجة بالظبط بالظبط زي اليوتيوب، يعني كأنك على اليوتيوب. طب انا عايز اشوف ايه مثلا، او نجيب مثلا عشان تصدقوا كلامي.
نقول له تفعيل بيلي. انت لسه هتقولي تقصد ايه؟ زي اليوتيوب بس صيني. اوكي، فهمتك. بيلي منصة فيديوهات صينية شبيهة اليوتيوب. لو عايز تفعل حساب بيلي أو تعمل قناة وتنشر عليها فيديوهات، أقدر أشرح لك لأ، أنا كده كده عارف. طيب، أنت لازم تنزل الابليكيشنز بتاع بيلي. طيب، إيه هي الشروط؟ كانت زي اليوتيوب أول لما اتفتحت، لأن بيلي ما كانش غير للناس الصينيين في الاول. انا بدور لكم صدقوني على اي ويب سايت او اي موقع زي كده، تخش تفعل من عليه على طول. هو طلباته بسيطة يعني. كان حاطط من كام يوم كام مشترك، حاجات بسيطة يعني، ما حصلوش ال 200 وحاجة مشترك، وكام ساعة. صدقوني، بس انا شفت شخص، يعني ده اكيد مش الشركة. هنوريكم دلوقتي مثلا انا قصدي ايه عشان تحقق الساعات، لان معظم اللي على اليوتيوب ما بيعرفوش يعملوا الحوار ده. يعني مثلا ده فيلم. طيب، هل صاحب التشانل دي هو صاحب الافلام دي؟ اكيد لا. سوري، ده مسلسل. انا عايز اجيب لكم حاجه مثلا فيلم مشهور. طب فين جومانجي؟ فين الكلام اللي كان لسه هنا؟ بس بيترفع عليه مصارعه، بيترفع عليه حاجات كتير. اوكي، بس دي كده تقريبا مش شركه. لا، مش الشركه. وبص منزله ايه؟ منزله مقاطع. يعني انت ممكن عشان تفعله وجايبه فيوز. لا، مش جايبه فيوز حلوه خالص. يعني شفت واحد، ده 13 بس، مش 13 كي، يعني 13 فيوز. انا شفت واحد مقطع فيلم ومنزله، جايب عليه 200 والف حاجه، 200 والف مشاهده. فالناس حاولوا تستفيدوا من بيلي وهو لسه جديد. بص، ده مثلا في ناس جيمنج هنا كتير، بس انا عشان مش عارف اشوف في الشاشه كويس يعني. فالمهم ان انت تعمل ايه؟ تنزل ابلكيشنز على الموبايل، زي مثلا الاستوديو اليوتيوب ده برضو ليه استوديوز. فبتنزل من عليه، بتجيب من عليه الاحصائيات، علشان هي مش موجودة. ده الماي بروفايل بتاعنا. تمام. المفروض ان انت هنا، انا مش عايز اعمل ابديت لاي حاجة ولا اعرف نفسي اصلا، ومش عايز اخش دلوقتي. تمام. فالمفروض ان انت يظهر لك زي، يعني المفروض هنا الاحصائيات والحاجه بتاعت الفيديوز تظهر زي ال اليوتيوب. لا، هنا عكس بقى. هنا لازم تفتح الابليكيشنز علشان تظهر لك تي في شو او فيديوز انمي اول. ده ايه؟ الهيستوري بتاع الحاجه اللي انا ايه فتحتها. مع اني فتحت هنا فيديوز، بس مش عارف هو ما جابوش ليه. يعني فيلم، انا اتفرجت على فيلمين عشان اشوف ان هل في اعلانات ولا لا. يعني حد كان منزل سبايدر مان وهو ما كانتش الشركة اصلا. انت فاهم؟ يعني حضرتك كده جرب. بس انا عايز اعمل كده صدقني. عايز اجرب برضو ان انا اخد فيديو فيلم، انزله، اعمل له داونلود بكواليتي عالي، ممكن مثلا 4K او كده، واقوم راميه، اشوف هل هيعمل ايه. ونكمل مثلا بعد الفيديو ده، نسيبه كام يوم ونشوف ايه اللي هيحصل. بس لازم انزل على الموبايل عندي الابليكيشنز عشان اشوف الاحصائيات واشوف الدنيا. طبعا هو هنا هيبان لي زي كده مثلا.
زي كده ده جايب 3100 اهو. ده فيلم عادي، ده فيلم عادي اهو. شوت ان ذا كولد مثلا. عندك افلام هنا معروفة كتير، يعني الافلام اللي انا بتكلم فيها دي. ثواني، عايزين نشوف فيلم انجليش كرتون اهو. بس ده مش فيلم. عايز اشوف فيلم مثلا لشركة معروفة، اوبس مثلا. هل دي الشركة 2400 اهو، 2400 فيو. انا عايز اثبت لكم بس حاجة. هل دي الشركة؟ لا طبعا. وبصوا، جايب فولورز قد ايه، جايب لايك قد ايه. انت بتخش هنا تدوس فولورز كأنك دوست سبسكرايب بالظبط. هي نفس الموضوع. ويعتبر اللي رفعه ده الطوكيوس ده مش جايب معاه قد ما الفيلم اللي هو رفعه جايب. هنا تقريبا مفيش شورتز، في فيديوز بس. تمام. هو ليه مليان حاجات صينية وبتاع، لان هو اصله صيني، يعني اصله كان صيني. طيب، تعالوا كده مثلا ندور مع بعض. تحقيق الربح من بيلي صيني شبيه يوتيوب. طريقة تحقيق الربح الأساسية من بيلي. توفر المنصة أدوات متطورة غير لوحة تحكم مبدئين تسهل العمل. ترجمة الذكاء الاصطناعي ماشي، والكلام ده كله أنا مفهمتش ايه اللي حصل. كيف تبدأ تفتح حساب بيلي. ابقى حاسبا باستخدام بريدك الإلكتروني أو رابط مباشر. أنا ماشي سجلت بالفيسبوك، ما ده اللي حصل دلوقتي. ارفع فيديوهات الأصلية بانتظام. ستستهدف المنصة بقوة محتوى ألعاب والأنمي. ماشي أوكي. إذا كنت مهتما بالبدء، هل تفضل التركيز على فيديوهات الألعاب والأنمي والكلام ده؟ ما هي شروط تحقيق تحقيق حيث تطلق المنصة تحديثا واسعا مطلقا غير صناع المحتوى في جميع أنحاء العالم وتسهيل سحب الأرباح. ماشي، دي عارفها. بنربط يا جماعة بيلي لما بيجيلك أرباح عليه، زي ما بيجيلك $25 بيقولك تنفع تربط بباي بال، لكن بيجيلك $100 بتربط بحساب بنكي. نفس الحوار بالظبط في بيلي. تمام. تدفع المنصة مكافأة مالية بناء على عدد المشاهدات المتفاعل من الشركات. ماشي، هي المنصة اللي بتدفع. انا قلت ده برضو، انا قلت ازاي مفيش اعلانات على الفيديوز خالص. ومين هيديك فلوس وهتاخد فلوس على حساب ايه؟ يبقى انت كده بتحاسب على المشاهدات. طيب، اطلقت منصة برنامج دعم ضخم قدم 4 مليارات بونص. ماشي، لطعم الفيديوهات الأولى مشاهدين الجدد تساعد على الانتشار. يا جماعة حاولوا تستغلوا بجد بيلي. يعني هو أول لما نزل كده، أنا عايز أخش برضو. أنا رافع فيديو عشان لو في حد، أنا مش طالع أفتي بجد، لو في حد بيفهم في المنصة دي، يا ريت يا ريت يكتب لنا أنت دخلت عملت إيه. عدد المتابعين وصول إلى 1000 متابع على الأقل داخل المنصة، أو حجم المشاهدات تحقق 100 ألف مشاهدة تراكمية لفيديوهاتك. إذا لم توصل 100 ألف متابع. ماشي. ميزة إذا كان لديك حساب قوي على يوتيوب أو تيك توك به أكثر من 2010 آلاف متابع بحسب الحملات المتابعية، يمكن التقديم مباشرة عبر برنامج المبدئين
بروجرام فيكتور بروجرام ايه ليتم قبولك وتفعيل الربح لك فورا كمبدع معتمد. ازاي؟ ايه العلاقة؟ ايه العلاقة؟ يعني انت لو عندك مثلا 10,000 فولور، طب ما انا عندي قنوات فيها 50,000 و40,000. يعني انا لو رحت حطيت اللينك بتاع القناة بتاعي هناك، بس ده ممكن يبقى غلط على اليوتيوب ولا صح؟ طب يا جماعة اللي يعرف المعلومات دي، عشان انا مبثقش في جيميناي وشات جي بي تي والكلام ده خالص، لان هو بيسوحنا ساعات كده، تلاقيه بيسوحنا بيتكلم من عنده. بيقول لك قناة، لو قناتك عليها من 2000 ل 10,000. طب هم اصلا، يعني انا كان نفسي دلوقتي اكون منزل الابليكيشن وانا بعمل الفيديوز ده، واخش واشوف، اشوف هو طالب اللينك وبجد ولا. اصل هو بيقول لك لو انت عملت 100,000 مشاهدة، طبعا هي بتبقى صعبة في الأوائل إن احنا نعمل 100,000 مشاهدة. هو هنا مش طالب عدد ساعات، فالحمد لله، ده حلو جدا. بس هو كان أول لما نزل طالب 250 ساعة. ده اللي أنا شفته، صاحبي قال لي عليه. صاحبي قال لي ده بيطلب 250 ساعة وخلاص، بيطلبش عدد مشتركين واو ولا الكلام ده خالص. دلوقتي تقريبا لما غيروا الدنيا خلوها 100,000 مشاهدة. بس ايه حوار ان انت عندك 2000 الى 10,000؟ سهلة جدا انك تجيب اي قناة يوتيوب عليها 2000. ممكن حضرتك تخش تشتري قناة يوتيوب، من بيع وشراء قنوات يوتيوب على الفيسبوك، فيها 2000 متابع ب100 جنيه. يبقى انا كده حققت الربح. يعني ده انا ممكن بجد اوريهولكوا دلوقتي حالا كده. ثانية واحدة، فين مثلا. انا عايز اقول لحضراتكم، انا كنت بجرب حاجة، فرحت اشتريت مجموعة قنوات ب200 جنيه. بصوا قد ايه مجموعة القنوات. تبديل الحساب، اوكي. بصوا، ادي واحد، اوكي، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. انا عايز بس ايه اقلب النور ده، ايوه، عشان اشوف كده. طيب بصوا دي 2910، دي كنت واخدها 3000، واخد معاها 899، واخد معاها دي كام مش باينة. دي تم ازالة القناة، مش مهم، مش فارق معايا اصلا القنوات، انا كنت واخدهم بشوف هو ايه ده. هنا 1000 وحاجة. انا كنت واخد كل دول كده بنينجا العرب دي، اللي هو دي كانت 3000. دي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. الخمسة دول كنت واخدهم ب200 جنيه من على بيع وشراء قنوات يوتيوب. حضراتكم تقدروا تجيبوا قناة واحدة ب50 جنيه، يعني 5000 متابع. في ناس بتنزل وتجيب ليه يعني 5000 عشان ما تتعبش نفسك. صدقني ب50 جنيه تجيبها. وممكن اكلمكم في يعني ايه تجيبها ازاي، واعرفك تجيبها ازاي عادي. تخش على فيسبوك تكتب بيع وشراء قنوات يوتيوب، هتلاقي ناس بتبيع. هتلاقي واحد منزل بوست يقول لك دي فيها انا ببيع قنوات مش مفعلة ربح. تخش له تقول له انا عايز قناة 5000، 10,000 بكام؟ هيقول لك مثلا ب 250، 300، 500. اقول له لا، انا هي 100 جنيه. سيبه وامشي في الشات، تردش عليه تاني. هتلاقي مليون واحد، فهيبيع لك على طول، بدل ما حضرتك تفضل تنزل في فيديوز. فهو بينزل فيديوهات شورتدز وبيرمي تاجز، بيعرف يجيب متابعين بسرعة جدا. ازاي الكلام ده؟ ما بياخدش معاه يوم. هتاخد منه القناة اصلا مش هتلاقي انزل عليها 5 6 فيديوهات شورتدز في خلال اليوم، في مدار يومين. هو بيعمل له مثلا 10 20 قناة في اليوم وبيبيعهم. ده مكسبه. هو مش عارف يشتغل يوتيوب، بس بيعرف يجيب متابعين. فلو هتنفعكوا صدقوني اعملوا ده. يا اما انت حضرتك عايز تعمل حاجة، هات حاجة مثلا تكون مشهورة جدا وارميها شورتدز، وافضل نزل كام يوم شورتدز ورا بعض.
هتجيب لك ال 5000 وال 10000 سبسكرايب. بس ما تسألش بقى على تحقيق ربح للقناة دي خالص، وما تربطهاش الأهم، وما تربطهاش بالجيميل بتاعك خالص. يعني خليها كده جيميل لوحدها، ولو عرفت كمان تليفون لوحده، والدك او والدتك او اخوك او اختك، فاهمني، حد مش ما يكونش هيعمل قناة كمان. ليه؟ لان دلوقتي اليوتيوب بقى بيجيب كل حاجة في بعضها. تمام، فانا عرفتك كده ان انت تجيب القناة دي ازاي. هشوف يعني، انا عندي قنوات ايه مش محتاج لها، بس انا عندي قنواتي الاساسيه. طيب، جوده العرض تقريبا 720 او 4K، دي شفتها. فلا، فيها اقل من 720 بي. انا شفت 144 عادي زي اليوتيوب. اوكي. ابعاد الفيديو نفس الحوار بتاع اليوتيوب، 16 و9 تقريبا. لا تقل مدة المقطع عن 30 ثانية كحد أدنى. ما شفتش 30 ثانية دي. أوكي، ما شفتش حد رافع فيديوهات 30 ثانية خالص. او ممكن هو فيديوز، ما عندهمش حاجه اسمها ريل. يعني انا ما شفتش ريل بصراحه، ما شفتش مكان للريلز مكان للفيديوز. لا، هو كله اهو قدام حضراتكم. لو نشوف مثلا التايم ايه، بس بس ارقام يا باشا، ساعات. وفول دي انا مش فاهم يعني ايه اصلا، فانا عايز اكتشف الكلام ده كله، وعايز اكتشف ارباحه عشان اكمل باقي الفيديو ده. يعني استنوا للفيديو ده بجد كمالة لبيلي بيلي ده. بيلي بيلي ده طلع مشوار. طب اوكي، في فيديوز اهو دقيقة وحاجة او 23 ثانية. ممكن نخش نشوفه، معلش يعني. بالعرض اهو، مش حاجة اسمها طول. فيش. انا قلت شفت الشورتز. فاهمين؟ ده حضراتكم لو جينا رفعناه عندنا على اليوتيوب هيقول لك ايه؟ مينفعش يكون فيديوز خالص. حتى لو انت بصمت له ان انا عايزه فيديو وعامله بالعرض، هيقول لك لا، ده ريل. ده اللي انا بعرفه. نزل تحت الدقيقة، دقيقة ونص، ده ريل. 15 ثانية اهو كمان، ولا 16 ثانية أقل منه. وده أصلا ما ينفعش إنه يكون فيديو حتى لو فتحناه أهو سريعا كده. فيديوز، بص، ريل بس فيديوز. هو مش جايبه ريل طالما الحتتين السودا اللي جايين في الجنب دول ده فيديوز يا باشا. ما عندوش حاجة اسمها ريلز. مش جاب لك الحتتين دول خلاص كده هو معتبره فيديو. ليه؟ لأن أنا كنت بعمل فيديوهات بالطريقة دي، بصورها بالطول عشان انزلها مثلا على الفيسبوك. فلما كنت باجي انزلها على اليوتيوب كانت بتكون التايم بتاعها عدى ال3 دقايق، فبتجيب لي الحتتين السودا. مش عايز ينزل ريلز، لازم تقطعه بقى، مشكلة. فهنا مفيش حاجة اسمها ريلز يا شباب. ماشي، نكمل. هو قال لك ايه؟ مشتركين 1000 متابع. طيب دي سهلة، أنا هشوف لها صرفة وهنزل لكم في الفيديو الجاي. ودي اسهل بكتير. يعني انت لو قدمت دوت مش محتاج بقى ولا 1000 متابع ولا 100 ألف دول. خلاص، دي صرفتها 50 100 جنيه زي ما قلت لكم. يبقى انت لو هو مكان الاتنين دول دي، زي ما قلت لكم كده، لو عايزين تعملوا ده خشوا نزلوا الابليكيشنز واتاكدوا انكم هتعملوا محتوى. ويا ريت الناس تبدا يعني. ما بننزل فيديوهات والناس بتفضل تسالنا وتقريبا مفيش حد بيبدا. بس ده اللي انا اعرفه. يعني لحد دلوقتي انا حليت لك المشكله خالص. لو ده بجد دي مصلحه 50 100 جنيه انت فعلت. قال لك قناه 2000 او 10000، لا يا باشا، انت هتجيبها له 10 وهتجيبها له 20 وهتجيبها له 30 ألف كمان، وهتقول له انا جامد جدا.
ده في ناس بتبيع المتابعين دي ببلاش. سيبك من الويب سايت، صدقوني انا اوريكم دلوقتي احنا مشتريين متابعين قد ايه. تمام. طيب ايه اللي ممكن نعرفه عنه تاني؟ هو مش ضخم، مش كبير خالص. طيب ده الفيديوز. طيب ده ايه؟ تمام، ده اللي انا فهمت ان هو بينزل، وهنا بتعرف الانفو بتاعك. حلو جدا، انا عارف بالكلام ده. طب ده يا جماعة الابليكيشنز، تعمل له داونلود ناو، هينزل عندك. بس اللي يستحسن من الموبايل ابلود فيديو لأ، ماي فيديوز مفيش، داتا مفيش. هو مفيش اصلا حاجة عشان تقولي داتا، ومفيش اصلا. أنا مش فاهم. ما تجيب لي اي حاجة بتثبت انك عايز قد ايه، عايز ايه مثلا؟ هل الكلام ده حقيقي ولا؟ طيب هو مفيش هنا ماي بروفايل، دخلنا عليها ودخلنا على اللانجوج ودخلنا على الكلام ده كله. هنا ايه تاني؟ لاين. اوكي، ده الريل بقى هنا. جوين ايه؟ لا مش هجوين انا خالص. ده لو بريميوم عامة، ده الريلز والكلام ده بيفتحوا لك بريميوم بس، وتعمل فري داونلودز لو بريميوم. تمام، فهنا مفيش اي حاجة تاني تثبت لنا هو محتاج ايه. طب جوين كده. لا خالص. ازاي؟ ازاي انا عايز ابقى صانع محتوى وانت بتعمل معايا كده؟ على فكرة عيب كده. باي بال. لا. لا. طب يا جماعة اللي يعرف حاجة عنه يقول لنا. هو ده بيلي بيلي تي في، ماشي اهو. فلو فتحت برضو كده، ده الانفورميشن، هو مترجمه لنا. هو طلع صح على فكرة، ماشي. ده الانفورميشن بتاع بيلي بيلي، هو مترجمه هنا، فهو جايبه من هنا وترجمه. فلا، شروط تفعيل الربح، الحوافز فهو، لا هو كده صح. طيب خلاص كده حلها يا شباب لو هو هيتحل. انا شايف حلها الاضمن اللي هو من 2 ل10 تلاف متابع على قناة يوتيوب او فيسبوك. تمام. ف سهلة جدا، خشوا اكتبوا انشاء بيع وشراء قنوات يوتيوب على الفيسبوك، والحقوا قبل ما الموضوع بتاع ال 8000 ساعة ده ينزل، عشان هتلاقي ايه القنوات المفعلة بتغلى، وهتلاقي معاها الناس دي بتستعبط برضه كده، فاهم؟ وبتبيع ايه اغلى شويه. فيقول لك لا يا عم، ده كل حاجه دلوقتي غليت. معرفش هما بيقولوا كده ليه، مع ان غلي ايه يعني؟ ايه اللي غلي في الريلز اللي انت بتنزله والقناه كده اصلا مش هتتفعل؟ موضوعها بيكون موضوع، وما انصحكمش اصلا تكملوا على القناه اللي انتوا تشتروها دي، لان انتوا لما هتيجوا تشتروها اصلا هتكون برقم تليفونه وقصه. لان انا مجرب في القنوات دي كتير، وفي قناه زي ما انتوا شفتوا كده اتقفلت لوحدها. معرفش ليه، انا كنت سايبهم بصراحه. في قناه اتقفلت. انت فاهم يعني ايه اتقفلت؟ يعني ده
حوار بالنسبة للجيميل اللي كان شايلها. يعني انت لو فكرت تفعل اي قناة من القنوات دي او تحولها لاي جيميل تاني هتعمل له مشكلة. انت فاهم؟ فاكيد هو عنده مشاكل كتير. فخلي بالك، عشان كده بقولك لما تيجي تشتريها حطها على جيميل حد مش هيجي في يوم يفكر يعمل تشانل او يفكر يعمل اي حاجة من ناحية الجيميل ده، يكون جيميل جديد. اعمله جديد وما يكونش على تليفونك، خليه على اي تليفون حد مش هيفكر في يوم يعمل يوتيوب. وتكون انت عارف الكلام ده سهل، يعني حد كبير عندك في البيت الكلام ده وخلاص. عشان لما تيجي تشتريها ممكن زي ما شفت كده حضرتك، انا فتحت بالفجأة قدامكم لقيت ايه؟ في اكونت اتقفل. دي حاجة مش حلوة اصلا. فانا عارف مشاكل اليوتيوب كويس جدا، لاني سنين وسنين على اليوتيوب في حل المشاكل وفي الكلام ده. طيب ايه تاني اللي ممكن نعرفه عنه؟ مفيش اي حاجة عن بيلي. انضم الى المكان الاكثر ايد، ماشي. ده ريبيت، ايه اللي جاب ريبيت لبيلي؟ مفيش غيره، هو بيلي تي في نفس مم. عب ايه؟ ولا بينزل ولا بيروح ولا بيجي. هو مفيش غيره ده اللي بيفتح. يعني هو لو في حاجة تاني هتفتح. هنا بقى بتعمل الصورة وإيديت بروفايل بقى وبتاع وتكتب اسمك وتظبط دنيتك، بس مش شايف له أي ملامح. وأنا ما بحبش الشغل ده. أنا ما حبيتش الفيسبوك في بدايته عشان ما كانش ليه أي ملامح برضه كده. متعرفش ما تعرفش الساعات انت جبت كام ساعة، ما تعرفش انت هتحقق ربح امتى، ما تعرف. ومرة واحدة يقول لك مبروك انت فعلت. ازاي؟ انا ما بحبش الحاجات دي. ده اللي انا اعرفه بصراحة. قلت لكم اهو، وادي قدامكم اهو بيثبتها لكم ان 1000 متابع و100 ألف مشاهدة. علشان ما تجربش لو الموضوع تمام خش. ولو عرفت تنزل الابليكيشنز فحلها 50 أو 100 جنيه، واديك فعلت القناة على بيلي و... واسمك بتجرب، يعني كأنك شربت بيهم كوباية قهوة. وهات بقى، تقريبا هو مفهوش كوبي رايت دلوقتي، يعني هو لسه عشان مفيش اعلانات ومفيش الكلام ده. احنا عايزين بس نشوف ايه الدنيا فيها، عشان شكلها مش احسن حاجة، مش مفهومة. فكلمة مش مفهومة دي ممكن نلبسك حاجات كتير، فاهمني؟ بس انا شايف ناس منزلة موفيز، او ايه اللي جاب ده لده؟ امانة يعني، إيه اللي جاب الشركة؟ يعني ايه ده؟ ايه ده؟ انا مش فاهم حاجة. وبص، بدايات يا باشا، كله في البدايات شغال. ففيها ايه مع حضراتكم تشتغلوا كده؟ احنا بنجرب. فانا هجرب واشوف حاجة بتتسمع عالميا وانزلها، يمكن. بس انا مش عايز اخش في قلب الفيديوز دلوقتي واعمل داونلود لحاجة واقوم واخدها. الاضاءات عمالة تفصل ليه؟ بس مش عايز اخش على اليوتيوب دلوقتي واقوم مشغل حاجة وايه، والفيديو ده يحصل له اي اكشن ما تكونش الدنيا فيه تمام. بس زي ما احنا شايفين كده مع بعضينا، ده حلها اللي انا قلت لك عليه، اللي هو برضو شات وجيميناي قالوا لك عليه. بس انا شايف ان مفيش حل تاني تقريبا تقدر تجيب بيه ساعات غير ده. اصل هتجرب عشان تجيب ال100 ألف دول، في ناس معلش بقالها كتير ايه
وجايبه حاجات ايه يعني. خش مثلا حاجه زي ده، نزل كتير جدا اهو. راجل منزل انميز كتير، وجايب ال1100 و2.5 لايك. بس بص الفيديوهات عاملة ازاي. انت بتحكي في 100,000، هو 38 مشاهدة، 63 مشاهدة، 36 مشاهدة، 4 فيو، 2 فيو، 2 فيو، 5 في 6 فيو، 0 فيو. اهو يعني 0 فيو. يعني الراجل تعب وجاب وقطع ونزل وزيرو فيو. 0 فيو اهو. وبص حاجة قد ايه نازلة. فالحل الأمثل لو 0 فيو تاني شغال انمي. يعني المفروض ان الانمي ده اكتر حاجة متشافة على المنصة دي، منصة انمي اصلا يعني بتاعتهم. طيب يعني يعتبر كده اللي هينفع هنا الجيمنج. تمام. افلام، حاجة عالمية. يعني حضرتك جبت مثلا، دخلت على قناة بتاع بيع وشراء قنوات يوتيوب، ولقيت ان يتحط لينك جوه، وجبت القناة بتاعت اليوتيوب مثلا واخدت اللينك بتاعها وقدمته تمام، والدنيا معاك ماشية واتقبلت وفعلت. هتنزل ايه؟ انا شايف ان هنا ننجز بسرعة حاجة عالمية. يعني ايه عالمية؟ الناس اللي كانت بتنجح دلوقتي او زمان زي الريو هاردي مثلا، كان سينما صامتة. فانا لو اتفرجت عليه كعربي مصري هفهمه. لو حد اجنبي اتفرج عليه هيفهمه. لو صيني اتفرج عليه هيفهمه. زي اللي طلع بيعمل كده كده بايده، كده كده، كان بيشاور بس بيعمل كده، يقول له ما حلاها هي يعني. بس هو المشاورة دي خلته فايرل، كل الدنيا فاهماه. فاهمين؟ فعايزين حاجة تكون عالميا مفهومة، هي اللي هتنجز معاك. يعني زي توم اند جيري ده، عالميا مفهوم، فهتلاقيه ضرب فيوز. مين تاني عالميا مفهوم؟ مايكل جاكسون، توم اند جيري، هاري بوتر. الحاجات عالميا بتلاقي منها في كل حتة. يعني اكتر ما يعني اكتر ناس تقريبا بتسمع مايكل جاكسون وانجلش و... والصينيين برضو كتار جدا جدا، وشرق اسيا والكلام ده كله كتار جدا. لسه بيحبوا مايكل برضو. فحاولوا تجيبوا حاجة عالميا وتفضلوا عليها دايركت. الله اعلم فيها مشاكل ولا لا، بس بالمنظر اللي انا شايفه دوت بامية ملخبطة. شكلها مفيش اي حاجة اصلا. انا مش عارف اقول ايه على البرنامج ده ولا الابلكيشن. انا صدقوني قاعد مصدوم. يعني انا الاضاءات فصلت مني والدنيا بايظة وقاعد مصدوم، قاعد مش عارف انا بقول ايه. فالموضوع نجرب. ممكن اجرب وانزل لكم فيديو. انا عارف ان انا طولت عليكم جدا في الفيديوهات دي. طيب واكتبوا لنا في الكومنت انتوا عايزين فيديوهات ايه جديدة. وخلي بالك وانت بتشتري. طيب هخلي بالي من ايه؟ اهم حاجة وانت بتكلم الشخص تخش تقول له شير رقم تليفونك. انا بكلمك كل ده لمصلحتك انت كحد هتشتري ايميل ما يكونش عليه اي ضرر، بس ليك قدام او دلوقتي انت ما تضمنش الجيميل دوت انت ممكن تعمل عليه حاجة بعد كده ولا لا. تمام. طيب عشان ايه اللي بيحصل لو الجيميل ده موجود على تليفونك، تليفون حد، وهو لقط من الراوتر وحصل لليوتيوب اللي عنده ده مشكلة، ان القناة دي مثلا فيها مشكلة، حتى لو مش محققة ربح، لو اتقفلت او حصل لها حاجة وحضرتك بتفتح من نفس الراوتر هتحصل لك مشكلة. انتوا تعرفوا المعلومة دي؟ خلي بالك من الكلام ده بجد. فانا بقول لك الكلام ده وانت بتشتري تخلي بالك من ايه. المحتوى اللي يكون رفعه ما يكونش حاجة مسيئة.
تمام، ده أول حاجة. تاني حاجة كورة بقى بتاع أي حاجة أوكي عادي، أنت كده بتاخد حاجة ب100 200 جنيه فاهم، هتقضي بيها مصلحة وممكن تحذف القمر بعد كده قبل ما تسبب لك أي مشاكل. تمام، تقول له شيل رقم تليفونك قبل ما تدي له الجيميل، تقول له ما تسجلش أي حاجة على الإيميل ده برقم تليفونك. يعني ممكن تيجي تغير الصورة تلاقيها يقول لك إيه لأ محتاجك توافق من التليفون ده. تمام، أول حاجة تقول له شيل رقم تليفونك. تاني حاجة تخش تجيب وسيط، ما يقولكش أنا ابن خالتي وسيط أنا ابن عمتي وسيط، لأ، تخش حضرتك تجيب الوسيط. طب أجيبه إزاي؟ أنت جبت الشخص ده منين؟ من على الفيسبوك، من جروب مثلا فيه أعضاء كتير، تخش على نفس الجروب اللي انت جبت منه الشخص وتقول يا جماعة مين وسيط مضمون، هتلاقي 1000 واحد بيكتب لك مثلا اسلام، استاذ اسلام موجود، مش عارف مين. تخش هيدوك الرقم على طول، هتخش هتكلمه برايفت في الواتساب، مساء الخير انا هشتري قناة، اول لما هيرد عليك هيقول لك تمام. كلمة تمام دي تقول للشخص ايه خلاص هو رد، تعمل جروب على الواتساب انتوا التلاتة. تمام، وانا عندي فيديو بتكلم فيه عن بيع وشراء قنوات اليوتيوب من اوله لاخره. بس لازم تعرف المعلومة دي برضو هنا. هتعمل الجروب ده وهتدخل الشخص ده، والشخص ده على طول اول ما يبعتولك الرقم تمام، ما تكلموش برايفت، حتى اعمل الجروب على طول، يعني انت مش محتاج تكلم برايفت عشان انت ما بتشتريش حاجة كبيرة. اعمل الجروب بيه على طول اول ما يبعتولك الرقم، انتوا التلاتة خش قول له كلم استاذ مثلا فلان، قول له مساء الخير انا هشتري قناه من الشخص دوت بقد كده، قد كده دي قول له الرقم اللي انت هتدفعه بس، ما تقولش رقم اللي انت هتبعته له. يعني انا مثلا قلت مثلا اشتري الشخص ده اشتري منه قناه ب 100 جنيه، احنا اتفقنا على 100 جنيه، فانا هقول 100 جنيه، فبقول له حضرتك كده هتكلف كام، هيقول لك مثلا 120 130، فبتقوم باعت له على الرقم وهو الفلوس، بيخش هو الجروب تاني، اول لما الفلوس بتوصل له بيقول لك تمام ابعت له يا فلان اللي هو بيبيع لك، ففلان اللي بيبيع لك ده تبعت له الايميل على الجروب برضه، تبعت له اسم الجيميل، بيبعت لك يقول لك اقبل، فبتقبل في ساعتها بتجي لك رساله على الجيميل انت بقيت مسؤول عن قناه كذا كذا. بعديها ب7 ايام بتخش بتشيل الشخص ده وبتعمل نفسك ايه مسؤول علني بقى، اللي هو انا صاحب القناه خلاص، وبتشيله تحذفه. هل هو لازم يوافق على حاجه بالحذف ده؟ لا مش لازم يوافق على حاجه، انت بتخش كانك بتمسح رساله سهله جدا، بتعمل بس كده بتدوس عليه وتدوس مسح، بقيت انت مسؤول، بس اعمل نفسك مسؤول الاول. تمام، خلاص كده القناه بقت معاك يا باشا، تمام جدا. خد كوبي روح حطها لهم في الويب سايت بتاعهم دوت ولا البيلي بيلي بتاعهم ده، والدنيا كده معاك تمام. وما تنساش بقى لو فعلت ربح او اخدت اي خطوه ما تنساش تقول لاخوك في الكومنتات، وتقول له كمان عايز ايه جديد في الكومنتات، ومستني رايكم في الفيديو. بكده نكون خلصنا الفيديو. لو عايزين اي فيديوهات جديده ما تنسوش تقولوا لنا في الكومنتات. اقول لكم سلام.